بعد وفاة والده مبارك بن عامر الكدادي رحمه الله بأيام قلائل سأله الكثير: هل رثيت والدك؟ فكان الكدادي يجيب بأن أباه أكبر من الشعر، وأن الأشعار لا توفي أباه حقه، وأنه ما زال في صدمة كبيرة بعد فقد أبيه تشل تفكيره عن أي شيء آخر. وبعد 21 يوما قال قصيدة مؤثرة تقطر دما لما بها من حزن شديد على فراق أبيه، قصيدة قالوا رثيته، كلمات وأداء الشاعر علي الكدادي. قالوا رثيته قلت وشلون برثي، أبوي ما يوفي شعر وقصايد، في ذمتي ما توفي كل البيوت النادرة والفرايد. في دفنته كل المطاليق تبكي على فرقاه كل البدايل. الموت فرق بين قلبي وغاليه، واشعل بجوفي نار حر وقايل. قالوا رثيت قلت وشلون برثي، أبوي ما يوفي شعر وقصايد، في ذمتي ما توفي كل البيوت النادرة والفرايد. وابوي له حق علي اني انعيه من البيوت اللي بها الكل شايد. وقبل القصيد ابوي ماني مخليه من كل ما يرجع لي فوايد. أبوي فقده صعب ما حد يساويه، أبوي فقده صعب ما حد يساويه. أبوي غير الكل ما له ندايد، في دافنته كل المطاليق تبكي على فرقاه كل البدايد. الموت فرق بين قلبي وغاليه، واشعل بجوفي نار حر وقايد. حطوه في قبره وعيني تراعيه، وهالوا عليه تراب مثل الرجايد. لو يفتدى بالعمر والله لفديه، واعطيه من عمري سنين جدايد. لكن قدر ربي على الخلق مقضيه، ما فيه مخلوق عن الموت حايل. فقده علي صعب ولاني بناسيه، طول الدهر منساوسي عالبنايد. يا ناس اشوف كل ما حال
حتى ولو يا ناس ما هو بعيد. زوله يباريني واشوفه وحاكي ليها العجب يا ناس هذه وكايد. كأني بصوته والتفت له وناديه لبيه يا راسنا على العز رايد. لبيت له ما جاوب اللي يلبيه. لبيت له ما جاوب اللي يلبيه. عود صدى صوتي وهمي تزايد. عود صدى صوتي وهمي تزايد. والحزن طاويني وبانت مواري على عيون الغرقنا الوسايد. من عقب بن عامر علي من يواسيه. من غير ابويا اللي يشيل النكايد. مرحوم يلي طيبات معانيه. يا رب ترزق الجنان البرايا. يا الله عسى الفردوس أول مواطيه. وتنجيه يا ربي نهار الشدايد. وبفعال خيرته مع الناس تجزيه. وبوصلها الأرحام قرب وبعايد. وطالبك يا رب كريم نناجيه. ترحم ابويا اللي سكن باللحايد. ترحم